السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة جديدة، هنعمل كفتة رز، بس بقى مش باللحمة، النهارده هنعملها بايه؟ بفراخ. حاجة جديدة خالص بقى، اما يعني اختراع. عايزين بقى شير ولايك وكومنت، عايزينكم تبهدلوا الدنيا. هنعمل كفتة الفراخ النهارده بالرز بدل ما بتعملها باللحمة، فيلا بينا نجربها ونشوف هنعملها الفوانيس دي ازاي. جات لي شكلها حلو جدا جدا. يعني معمولة هاند ميد من اطفال، بس شكلها حلو قوي قوي قوي. ويا ريتها ما اتعملت. بالظبط، هم قالوا لنا حطوهم قدامكم في التصوير، واللي عملها آلاء ومالك وكرم. ولاد اخته. بالظبط مش ولاد، لازم ايوه بالظبط، لازم يتحطوا قدامنا في التصوير عشان ايه؟ يقول لهم نقول لهم جميلة جميلة جميلة. بالظبط كده عشان ما يزعلوش. يلا يا ابني خلينا نبدأ الوصفة. يلا بينا بقى نعمل الكفتة دي. يلا بينا. بدل ما نجيب دقيق، الرز غالي جدا من بره. غسلت كوباية وكوبايتين رز. بحوالي نص كيلو رز كده. غسلته كويس جدا، بعد كده حطيته في صينية وحطيته ينشف. بعد ما نشف هنبتدي نطحنه بقى. يعني بلاش نشتري دقيق رز من بره عشان الدقيق الرز غالي جدا. بصوا، عشان بس احنا كتمنا علشان الصوت بتاعه مزعج. بصوا هو الدقيق الرز اهو. هطحن بقى انا الكمية كلها. بس بعد ما خلصنا بقى طحن النص كيلو الرز دلوقتي وبقى نص كيلو دقيق رز، هنجيب دلوقتي بقى الفراخ البانيه وهنطحنها برضو حوالي نص كيلو او حبه، يعني ازيد من نص كيلو شويه. هات بقى الكبه يا احمد. اهو جبنا البانيه هننزله بقى في الكبه. ممكن مثلا النص كيلو يبقى ربع كيلو من الصدور وربع كيلو من الوراك، يعني لو انتوا حابين تزودوا. واحط كمان معاه 7 فصوص من الثوم، هطحنها مع الفراخ. هنبتدي بقى نضربها. بس كده خلاص اتفرمت الفراخ، هننزلها بقى في طبق. فرمت الكفته بتاعتنا اللي هي البانيه ومع الثوم. معايا كوبايه من الخضره المشكله دي بقدونس وكزبره والشبت، حوالي نص حزمه من ال3 حزم. وقد ايه ملح؟ نص معلقه صغيره، عشان في من بهارات في توابل الكفته فيها ملح شويه. وهنحط طبعا مكعب مرقه دجاج ما يجي هيبقى فيه ملح برضو. بالظبط، فهحط معلقه صغيره من التوابل او معلقه كبيره من توابل الكفته، ربع معلقه صغيره من ال7 بهارات، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وطبعا بصلايه مقطعه 4/4. بالظبط، ومكعب من المرقه. هنبتدي بقى نحط كل ده كده على بعضه. ابتدي احط البصل، احط الفلفل الاسود، 7 بهارات، توابل الكفته والملح، ونحط الخضره بالمره والرز. نطحن بس الاول دول، بعد كده هحط الرز. لا، حط الرز. مش هينفع يتحط دلوقتي، او ممكن نحط شويه. عشان بس ما نزعلكيش، هحط لك شويه. نشغل بقى الكبه واخلط اخلط اخلط. احط بقى كميه الرز. وابتدي اخلط كمان. البتاع ما اتفرتش حلو.
انا كده مهمتي خلصت ودخلنا على مهمة توتة بقى. احنا خلاص خلصنا الكفته ونزلناها في البوله، وهنبتدي بقى نسبحها. ايه مهم التوته ايه؟ وانت مش هتسبح معايا؟ لا خلاص بقى، انا مش طحنتلك وانا الكفتة. عامل ده كله لوحدي؟ اه طبعا. هو ده كله ايه؟ ده هو نص كيلو. جبنا شويه زيت في بتاع، وهنبتدي بقى نسبح الكفته. هو اصلا النص كيلو مع نص كيلو الرز يبقى كده كيلو من الكفتة. طبعا في ناس بقى بتحب تعملها صوابع صغننه، وفي ناس يعني ملكوش دعوه بالصبع المعروف بتاعي دوت. هي احجام الصوابع بقى على حسب ما انتوا بتحبوها، انا مش عارف هي بتعمل ايه بالظبط. هي بس اسكت المفروض بقى، طالما انت بتبقى ما بتعملش خليك في حالك. المفروض بتبقى اقصر من كده وشكلها حلو. لا، ما احنا مش هقعد ادعدع، انا عايزه اخلص. وفي ناس بتحب تعملها كور على فكره. في ناس بتحب تعملها كور كتير. كده بقى لها تهاني ما شاء الله نص ساعة ولسه ما خلصتش. يا رب بس نخلص النهارده، يا رب نخلص. بدل ما تقعد تتريق تعالى صبع معايا. عاملة صوابع ما شاء الله عليها، تودي في داهية. طبعا الحمد لله توتة خلصت على خير. هنجيب بقى زيت غزير ونحمرها، بس هو كده لسه الزيت ما سخنش. ما ساعدنيش فوق. كده الزيت سخن حلو. ابتدي بقى احط صوابع الكفتة. يا صوابعك يا توتة. احسن من صوابع زينب ولا لا؟ هو انا يعني الحمد لله كل الصوابع مش شبه بعضها. عشان توتة ما تزعلش لازم نصور وهي بتتحمر. هنشوف بقى كده. الناس هتشوف ايه يا حبيبي؟ خلوا بالكم اللي احنا بصوا يعني نقلبها كده عشان تتشمع من كل حتة. ايه رأيكم في كلمة تتشمع دي؟ حسيت ان انت بتعمل كفته حياتي. ايوه بالظبط. ما عشان تتحمر من جهة وجهة لا. كفتة الفراخ بتبقى لونها افتح شوية من كفتة اللحمة، يعني نخلي بالنا. نفضل نقلب فيها كده هتلاقيها اتنفخت شوية. خد الكورتين دول. بصوا هي كده خدت لون ذهبي فاتح، بس لسه عايزينها تاخد لون شوية. ريحتها فعلا رهيبة، يعني انا اول مرة اجرب كفتة الفراخ دي على فكرة، وهي حاجة جديدة يعني ما اعتقدش ان حد عملها قبل كده الا قليل قوي. شايف الصوابع عامله ازاي؟ ما هي اتنفخت، يعني تحمدي ربنا ان هي اتنفخت في الزيت صوابع كفته. بالظبط. بصوا بقى شايفين لونها فعلا تحفة. نحطها هنا. خلصت معانا النهارده وصفه الكفته. يا وحاوي ايوه نو كومنت. كمان وحاوي. معلش، ما نسيت اللي هي بتصور. وفي كمل. الاخر بيقول لكم هو اللي بيعمل الاكل، وهو اصلا واقف بيلعب حواليا. وحاوي يا وحاوي بس يا بابا. بلعب بالفوانيس. عملنا الكفته. وكمان بس يا بابا. عملنا الكفته النهارده اهيت. في بقى ناس بتحب تعملها بصلصه بتطبخها عادي، انا ذات نفسي بفضلها ان انا اعملها بدبس رمان وتوم. ازاي؟ بحمر فص التوم في شويه خل، بعد كده احط شويه دبس رمان وشويه ميه وملح وفلفل، واروح حاطاها فيها تغلي غلوه واحده بس واكلها بالعيش. بالظبط، وانا بحبها برضو كده. وفي ناس بقى بتفضلها بالصلصه والرز، فانا والدتي النهارده بتعملها بصلصه. يعني هتعملها طبيخ، فجربوها هي بقى. ممكن بقى تصور لكم مثلا فيديو كده. انا خلصت. لا يعني صوري لهم فيديو وانت ممكن بقى عند ماما اصور لكم فيديو بعد ما بس انا عامه انا الصلصة بحبها كده. بس يا بابا. ممكن تفرزنوها على كده، وممكن تصبعوها وتحطوها في اطباق فل وتحطوها في الفريزر، ولما تيجي ان شاء الله تستخدموها او تعملوا اكله سريعه تقوموا جايبينها ومحمرينها على طول.
مش محتاجه هي اي وقت. بتتشال في كلتا الحالات يعني سهله، بتتشال كده، تتشال فعلا صوابع زي ما بيقول لكم، هي سهله وحلوه جدا على فكره، وطبعا حلو يعني والحاجة اسرع حلوة أوي. طبيخ بحبه بالظبط. بصراحه. فيا رب الوصفه تعجبكم ان شاء الله، تجربوها ومستنيين رايكم فيها، وتعملوا لنا لايك وشير وكومنت حلو منكم، وفولو على الفيسبوك وسبسكرايب سبسكرايب على اليوتيوب. وكل سنه وانتم طيبين. ورمضان كريم. جماعة